السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده نعمل مع بعض احلى حمام محشي زي بتاع بره بالظبط. ولا تقولي لي هرم الحمام ولا تقولي لي معرفش مين. معايا هنا معلقه سمنه، احط فيها بصلايه مبشوره. دي طريقه جديده زي بتاعه المطاعم بالظبط. هنزل هنا بالكبد والقوانص بتاعتي اللي هي بتاعه الحمام. ده انا كنت متبلاها ببصله وملح وفلفل اسود، هي والحمام. بتفرق جدا في الطعم، لما يجي دورها هقول لكم عليها تعملوها ازاي. تمام. حط بقى هنا شويه فلفل اسود وشويه كزبره ناشفه وشويه كمون صغيرين، ونشوح الكبد والقوانص بتاعت الحمام. ما بتاخدش سوا خالص على النار، يا دوبك بس تقليبتين كده وخلاص. بص هقلبها بقى كده كويس. تمام. نشوح فيها ايه حبه كده اهو. خلاص تمام كده. كده وصلت للي احنا عايزينه بالظبط. هنا بقى في الخطوه دي ساعات ممكن الناس تحط الرز او تحط الفريك. لا، بتاع المطاعم ما بيعملوش كده خالص خالص خالص. امشوا بالطريقه دي وان شاء الله تاكلوا احلى حمام محشي كلتوه في حياتكم. شلت الكبد والقوانص على جنب وحطيت هنا معلقه سمنه واقعد اقلب في الرز كده اشوحه. هنحمر الرز. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنقعد نحمر في الرز لحد ما لونه يبقى بني فاتح شويه كده. ده الطريقه بتاعت بره بالظبط. ما بيحطوش الرز على الكبد والقوانص على طول، لا الرز بيتحمر وبعدها الحاجه بتتحط عليه. هنزل بقى هنا كده بالكبد والقوانص. البهاريز دي كلها تنزل، ما فيش فتفوت تتسيب. ونقلب بقى وشم بقى الريحه اللي بتطلع في الخطوه دي بالظبط. ريحه تحفه. احنا هنا مش هنسوي الرز. الرز لو اتسوى بيتعجن برضه في الحمام، ولا ربع سوا ولا نص سوا. احنا بنكتفي بس بان احنا بنشوحه على النار، فده بيديله نص سوا اصلا منه فيه وخلاص. هحط بقى هنا كده مكعب مرقه دجاج واظبط شويه ملح بتاعتي. هقلب الاول بس مرقه الدجاج كده في السخونيه دي عشان تسيح. وبعد كده هنزل بنص معلقه قرفه. القرفه هي المكون الاساسي لخلطه الحمام في الرز بالذات. بعمل لكم برضو الحمام بالفريك. ده سر من اسرار المطاعم، التحمير الرز والقرفه. زي ما انتوا عارفين عمر كان شغال في فندق، فعارف في كل الاسرار دي من قلب الفندق كانوا بيعملوا ازاي الاكل. خلاص كده تمام. انا بقى مش عامل هنا بقى الحمام معايا. الخطوه دي انا كنت مصوراه بس ما التليفون طلع ما بيصورش. جبت بصلايه بشرتها بشويه ملح وفلفل اسود وسبتها تتبل قبل ما اعمل الرز ده. تمام. هحشي بقى كده البطن. البصله اللي بتتحشي بالملح والفلفل الاسود بتدي طعم حلو قوي للحمام، بتوديه في حته تانية خالص لما تتبليه قبلها كده. هحشي بقى كده الزور ونحشي البطن بين الصدر واللحم والجلد كده. بصوا كده بس ما تزوديش قوي في الحته دي. هجيب بقى كده جناحات كده ورا الظهر. زي ما بقول لكم ما تزودوش قوي في الخلطه من جوه عشان خاطر ما يفرقعش منك. هحط بقى كده الرجل بتاعتها كده في الزلمونكه كده عكس عكاز بعض. ما تخافيش، مش هرز، مش هيقع منك. هو مسافه ما بينزل في الميه السخنه كل الجلد بتاعه بيلم على بعض، فما بيفتحش ولا اي حاجه. هنا بقى هروح احشي كده الزور. زي ما انتوا شايفين كده اهو. نحشي كده الزور كويس بتاعنا ونساوي بقى، نبططه كده. اهم حاجه ما تبقاش مليانه متكبسه عشان ما يفرقعش منك. سبب الفرقعه بتاعه الحمام انك انت زودتي مده السوا بتاعته زياده عن اللزوم، او انك كبستيه قوي بالحشوه بتاعتك.
خليتيه لما طبعا الحاجات دي تاخد سوا وبتفنشر شويه، بتروح مفرقعه الجلد بتاعه. فاحنا نخلي بالنا من الحته دي كويس، ان احنا من ايه ما نملهوش قوي او ما نزودش السوا بتاعه. هنا بقى خلص كل الحمام بتاعي بالطريقه دي. هكون حاطه حله ميه سخنه على النار تغلي، تمام. واول ما بنحط الحمام، بص هنا خلصت كل الكميه، هاجي بقى احط الشوربه بتاعتي. معايا بقى ايه، بصله فاضت من مطرح التتبيله حطيته، مع ملح وفلفل اسود، حصى وجزره وطماطم. الجزر والطماطم بيخلوا الشوربه حلوه قوي صافيه. هنزل بقى بالحمام كده على ظهره. بصي الحمام عامله ازاي، ننزل بيها على ظهرها كده، كل الكميه بتاعتي على الظهر. الرز كل الحمامية بتاخد كبشة ايدك رز او فريك، اللي مش هتعرفي توسطني بالظبط كبشة ايدك. هنا انا بقى اول ما يغلي بروح موطيه النار نص ساعه بالظبط، واكون طافيه على الحمام، ولا ازيد ولا اقل. بصي الشوربه صافيه وجميله ازاي. الطماطم مع الجزر بتبقى حلوه قوي في الشوربه، ولا فيلم ولا في اي حاجه. هنا انا زودت شويه فلت مني عن نص ساعه شويه، سيت عليه بس برضو لحقته يعني، ما فرقعش قوي. بص مسافه ما زودت عليه اتفتح ازاي، مع ان الرزايه مفلفله، انتوا هتشوفوا الرز مفلفل من جوه، بس زادت بس 10 دقايق تسويه فتح مني. نخش بقى على الكشك. احلى كشك تاكليه بشوربه الحمام او شوربه البط، تحفه، يبقى طعمه دسم كده وجميل. معايا معلقتين رز مغسولين، احط عليهم كام كبشه كده من الشوربه بتاعه الحمام، ايا كان بقى الشوربه اللي عندك تحطي منها اهو كده، ماشي. واسيبه بقى على النار هاديه لحد ما الرز يتهري خالص في قلب الشوربه، يعجن كده منك، تمام كده. الرز معايا تمام. معانا بقى معلقتين سمنه بلدي من اللي كنا عاملينهم مع بعض. اللي ما شافش فيديو السمنه البلدي يرجع في الفيديوهات ويبص عليه ويشوفه. من الحاجات كلها في البيت عملنا احلى سمنه بلدي. هنا بقى هنزل بالبصله، والبصله تبقى النار بتاعتها متوسطه عشان ما تتحرقش منك وتبقى ايه غامقه معاكي. هنا بحطها على النار كده متوسطه، ومعايا هنا كوبايه لبن كبيره عليها 3 معالق من الدقيق. ما فيش نشا، ما ينفعش نشا خالص مع الكشك، تقلب معاكي مهلبيه بقى. ونقلب ندوب الدقيق كده شويه على البارد، اللبن يبقى ساقع، حطيتيه سخن يكلكع منك. تمام كده اهو. ننزل بقى كده مره واحده على الايه، على الرز بتاعنا، ونكمل بقى كده. معلش عندي برد سامحوني. هنقعد بقى ايه نقلب كده الكشك مع اللبن. بصي البصله زي ما انتوا شايفينها كده جنبي، هحطها على النار هاديه خالص عشان تنزل تتحمر كويس، وما تبقاش مره كمان في قلب السمنه. دي الطشه بتاعتي زي الملوخيه كده، دي الطشه بتاعت الكشك. بص هنقلب كده، ابتدى يتقل معايا، كل ما بيسخن كل ما بيتقل معايا، النشا بيتقل. هظبط ملحه. هي الشوربه ملحها مظبوط، بس اللبن طبعا حطيناه ما فيش ملح. بس كل ما الجوانب بتتحمر نقلب عشان ما تتحرقش مني اهو كده. بص ابتدى كده يتقل معانا كده القوام المظبوط، لان برضو ما تنسيش ان هو بيقعد ويبرد بيتقل تاني، فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده. بصوا هنا خلاص كده انا الطشه اتعملت، بص لونها دهبي وجميل ازاي، ولا اتحرقت ولا اي حاجه. بصوا نصها بقى هناخدها اللي نحطه على الوش، التقليه اللي على الوش، والنص التاني هننزل بيه في قلب الكشك. ده بقى اللي بيدي طعم حلو قوي 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 للكشك، السمنه اللي بتحمر فيها البصله دي. بصوا تحفه 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 تحفه. بص السمك بتاعه كده مظبوط ازاي، ما تخافيش كل ده بيروح مع التقليب، السمنه دي بتختفي في قلبه وبتدوب خالص مع الكشك، بس طعمه بقى تحفه. جربيه بالطريقه دي وهيعجبكم جدا جدا جدا. خلاص كده معايا ايه الكشك دوره انتهى. جيتي تسخنيه لقيتيه تقل معاكي، في ناس بتحطه اطباق كده ياكلوا ساقع، بس انت عايزه تسخنيه وتاكليه سخن، لقيتيه تقل زودي شويه لبن
او زودي شويه شوربه. هحمر بقى هنا الحمام بتاعي اهو كده. انا عايزه اقول لكم ان الحمام ده عتائي، عشان كده انا كنت مسويه في حله الضغط. خلاص كده حمرنا بقى الحمام. بصوا لي بقى على الرز كده، شوفوا الرز بتاعي مفلفل ازاي. يا رب تجربوه بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. متنسوش تحطوا لايك والشير وتعملوا سبسكرايب للقناه. استنوني في فيديو جديد. باي باي.